الرسالة الثالثة مش هقدر أقولها كلها، بس هقول فيها آخر حاجة: إمتى تكون حر؟ المفاجأة: أنت عمرك ما هتكون حر، ولا أنا عمري هكون حر. لو وصلت لأعلى الشهادات، لو بقى عندك ملايين، لا بلايين، أنت عبد، مخلوق كعبد، هتعيش كعبد وتموت كعبد. اللي صنع الثلاجة ولله المثل الأعلى صنعها عشان تتلج، فلو أنا حطيت عاوزها تغسل مش هتغسل، والغسالة معمولة عشان تغسل وعاملها بني آدم، فلو حطيت فيها الأكل وقلت لها أنا عاوزة أتلج مش هتتلج، لأنها مش معمولة إلا علشان حاجة معينة. أنا وإنت مخلوقين كعباد فقط لا غير، فتعالى ننظم الدنيا. أنا عبد، والعبد معناه إنه شخص هيطيع سيده. إحنا مجبولين على عبودية. تخيل إنهم لقوا إن الناس الملحدة بتدور على حاجة وطائفة وعملت لها مجموعة. يا جماعة مخلوقين كعبيد، فطرتك بتروح عشان تبقى عبد. الشيطان عرف اللعب وقال بس هي الفكرة في العبودية، أنا أجيب له سيد غير ربنا فيطيعه، فيبقى عصى ربنا من غير ما يحس. إزاي؟ هحببك قوي في الموضة، فقصري الفستان تمام، قصري ارفعي الكم تمام، وسعي الكم وخلي ايدك تبان، الطرحة عملوها بتبين الرقبة تمام، طب جزء من الشعر تمام. بقيتي عبد للموضة، بقى سيد من غير ما تحس. ومش فطرة حد كاره ربنا ولا عاوز يحسي ربنا، بس لقالك سيد كده. وانا وانتي عبيد، بنحب نكون عبد، فاخترنا ناس على الموضة ماشييننا بهواهم كل يوم بحاجة. واحد تاني يكبر في قلبه الفلوس، فعشان الفلوس يكذب، يرتشي، يغش، ويمكن يبقى حلال كله على فكرة. عشان الفلوس هشتغل من الصبح لحد بالليل، بس مفيش وقت للصلاة، مفيش وقت لقراية القرآن، مفيش ذكر، مفيش معرفة الخالق. هروح البيت تعبان، ما انا برضو بعمل وبشتغل وباكلها بالحلال، بس مفيش صلاة. انت ما تحفظ سيدك ما قالكش تعمل كده، انت بتعمل كده علشان هوى نفسك، عشان سيد تاني اتمر عليك. فمين سيدك دي حاجة مهمة قوي، ويمكن هي ملخص ان انت تقدر على وساوس الشيطان. واحد تاني تكون الصحبية والناس تفرق معاه جدا، فيبدأ يقول ولا حسب رضا الناس، خلى سيده العبد بني آدم زي. المهم انه لقاله سيد. ليه بقى؟ عشان انا وانت عبيد، ما بنعرفش نكون عبيد الا عبيد، اتخلقنا عشان نكون عبيد. بس الجمال بقى ان انت تكون عبد لحد واحد، ولا عبد لناس كتيرة قوي بهواهم وبمزاجهم بيغيروا قرارات. القرآن الكريم بين لنا الحتة دي، او تقول ربنا حذرنا من ده عشان يقول لك انا خليتك فيا انا منك. ليه قاعدين ينتشوا فيك واحد ورا واحد؟ ضرب الله لنا مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان؟ ربنا حذرنا، اوعى تخلي ليك ألف سيد وسيد يأمرك ويبهدلك ويقرفك، وانا واحد يديك المنهج اللي تعيش سليم فيه وتبقى عبد لله. هنا بس ساعتها تبقى حر. ففي عبد للشهوات، في عبد للنزوات، في عبد لأهواء، في عبد العقل وماشي مبرور وراه. فخد بالك، عشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيف اللي هو المال، وتعس عبد أي حاجة غير ربنا. فاقف كده واقفة واسأل نفسك مين سيدك؟ فلو ربنا، ابدأ شوف كده الحاجات اللي انت بتعملها مين اللي قالك عليها، وهل انت خدت سيد ولا انت غافل؟ ولو غافل يلا نفوق ونصحى من غفلتنا.